الله يرحمها ماما، أي واحدة فينا كانت تودع تعمل لنا المشروب ده، كل الأمهات كانت تعمل حلبة بعسل إلا ماما، كانت تعمل لنا المشروب ده، تقول لنا عشان شعركم يطول ويتقل وأسنانكم تكون حديد، وكمان كانت تعمل لنا المكعبات دي أول ما ييجي لنا برد على طول، البرد بيمشي هوا. عايزة أقول لِك بقى عندِك أنيميا، فقر دم، نقص حديد، عندِك المناعة ضعيفة، هتعملي المشروب ده وصحتِك هتبقى حديد أنتِ وأولادِك. الدكتور اللي عنده ضمير هو اللي هيقول لِك عليه عشان إحنا الدكتور هو اللي قايل لنا عليه. باجيب هنا كانتالوباية باقشّرها وباقطّعها مكعبات، باجيب حبّايتين من الجزر باقطّعهم وحبّايتين من البنجر، وباجيب بقى شفشق الخلاط بانزل فيه بكوباية فراولة، وبانزل بالحاجات بتاعتي عليه، وبانزل بكوبايتين من عصير الكركديه، بانقع الكركديه ليلة كاملة، وباخد منه كوبايتين مع معلقتين عسل أبيض، وباقشّر تفاحية كمان وبانزل بيها. اضربي بقى المشروب ده واشربيه، شوفي بقى صحتِك هتبقى عاملة إزاي وصحة أولادِك. يا سلام بقى لو أنتِ مثلًا حامل كده وإن شاء الله تولدي بالسلامة وتشربيه، بجد هيغذّيكِ جدًا، أفيد من أي مشروب هتعمليه. باجيب بقى هنا قالب التلج وبانزل فيه بالتفل طبعًا ما بارميهوش، باخلّيه بقى يجمد في الفريزر وبيبقى مكعبات، ولو جالنا شوية برد على كوباية مَيّة مغلية حطّي مكعب، وادعي لي بقى مع إيه، مع عصرة ليمون. أنا ما كانش عندي ليمون بقى، لكن لمّا باعمله باحط عليه ليمون، يجنن. جرّبوه يا جماعة بجد هيخلّي صحتكم وصحة أولادكم حديد، واللي ما بيحبش البنجر هيعشقه.